يجي بقى واحد يقول لك ايه، هي ست محترمه جدا وبتاخد بالها من ولادها وبتطبخ حلو على فكره وكل حاجه، بس البيت زريبه. يعني انا اقعد على الكنبه الاقي ليج ولا شايف عصاصتي، اخش انام احط ايدي تحت المخده الاقي منديل ببرابير العيال طالع في ايدي، حاجه قرف. عمري ما الاقي قميصي مكوي، عمري ما اخش البيت الاقي الاكل جاهز. يعني مش ممكن ارجع من الشغل اترزع ساعتين استنى الاكل، وتلاقي واحده تقول لك ايه، الكوبايه ما بيشيلهاش من مكانها. ابقى واقفه قدامه بغرم في المطبخ بلبس الشغل لسه ما غيرتش هدومي، بجري ورا ده وحمي ده وامسح ورا ده ما يتهزش من مكانه، والريموت في ايده قاعد يتفرج ولا كاني موجوده ولا كاني شيش فحمه. ما يجيش يقول اساعدك. نخش بقى في الارجيومنت الجميله بتاعه اساعدك ليه وانت بتيجي تساعديني في شغلي؟ ده شغلك لازم تعمل. وهي تقول شغلي شغل مين؟ لا يا حبيبي ده مش شغلي. هو انا انت فاكرني الشغلانه اللي وديتك جابتها لك ولا ايه؟ المراه راعيه وليست خادمه. وانا اصلا شرعا تجيب لي واحده تساعدني في البيت لو مقتدر، ولو مش مقتدر يبقى انا اللي بساعدك مش انت اللي بتساعد. والمناقشه بقى الطويله العريضه الجميله اللي ما بتوصلش لاي حاجه في الاخر، او يعني بتوصل بس محكمه الاسره مش لاي حاجه بوزيتيف يعني. القصه هنا ان اللانجوج بتاعت الناس دي هي الاكت اوف سيرفيس. يعني ايه الاكت اوف سيرفيس؟ الحاجات الخدميه. سيدة عائشه لما سئلت قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في مهنه اهل، يعني في خدمه اهل، اللي هو يكنس الارض، يحلب الشام، يخيط ثيابه. انا اقول لكم على حاجه، في يوم من الايام ابو العيال صحاني الصبح قبل ما ينزل الشغل، ولقيته بيقول لي ايه، ابنك عمل اكسيدنت على السرير. انا دخلته يعني حميته وكده ونقلته جنب اخوه وشلت المايه ونضفت كده يعني على قد ما قدرت. لما تصحي بقى هوي الاوضه كده، ولو حسيت انها تنضف تاني نضف. ودي كانت اكتر لحظه رومانسيه في حياتي. يخليك ليا يا ابو العيال يا غالي. قعدت عليها اسبوع كل ما ابص له عينيا تعمل ايموجي القلوب ده، عارفينه؟ اي كونتريبيوشن هتعمله في البيت بهدف ان انت تسعد اللي قدامك وتحسسها ان انت بتحبها وعايز تريحها، هتكسب من وراه اكتر بكتير من المجهود اللي انت عملته. دكتور تشابمان قعد مع اتنين، دي كانت اللوف لانجوج بتاعتهم، وقال لهم ورقه وقلم كل واحد بقى يكتب لي اللي هو مستعد يعمله عشان يبين للتاني اللي هو بيحب. فالراجل مثلا كتب ايه، انا ما عنديش مشكله انشر الغسيل والابن، دي حاجه انا بحبها، هطلع الزباله، هوصل عيال التمرينات واحميهم. ده بالنسبه لي حاجات ممكن أعمل. الست كتبت المكان اللي هو بيحب يقعد فيه عاده لما بيرجع من الشغل هيبقى نظيف، يعني بغض النظر بقى عن بقيه البيت ممكن يبقى هيمشي، بس الحته اللي قاعد فيها هتبقى نظيفه، انا هلتزم بده. السرير دايما فله علشان هو بيحب يقيل بعد الغداء. 4 ايام في الاسبوع هيرجع من الشغل يلاقي الغداء على الترابيزه. ده I can promise ان انا اعمل كده، بس انا بشتغل والموضوع ما هوش سهل، ف I can promise ان طول الاسبوع يبقى كده، بس انا يعني هعمل ده. مرضيه مرضيه. فكرهم انه اللي انتوا كاتبينه ده انتوا مش مضطرين تعملوه عشان ده دوركم، انت بتعمليه عشان تقولي له انا بحبك ومهتمه بيه، وهو طبعا نفس الكلام. طبعا الليسته دي ممكن تتغير، ممكن يتزود عليها، ممكن تتعدل، دي حاجه بينكم وبين بعضيكم تقدروا تظبطوا. مهمه الليسته عشان ايه؟ عشان الاكسبكتيشن تبقى مظبوطه. يعني خلاص انا ملتزمه ان انا بعمل الحاجات دي، انت ملتزم ان انت بتعمل حاجه. فيوم بقى ما الغزاله كده ايه، خشي تلاقيه مشطب المواعين، ده مش معناه ان المواعين اتزودت على الليسته، ده معناه ان هو بيدلعك. ماشي؟ فمره نازل يلاقيك محضره له لبسه، ده مش معناه ان هي كل مره هتحضر لك، ده معناه ان هي حابه تدلعك. الحاجات دي بالنسبه له بقى تبقى ابريشيتد جدا، ان هو عارف ان انت عارفه ان الاكت اوف سيرفيس بيبسطه، فهيعرف ان انت عامله الحركه دي عشان عايزاه يبسط.